عم صبحي فوال بيشخر، والست ام تغريد اللي ساكنه في الثالث اللي جارتها اللي في الرابع نقطت على غسيلها برضه بتشخر، والاسطى بيلا الميكانيكي وحمو اللي بيتعارك على الامه، والتراس الثالثه شمال اللي موجودين في المدرجات بعد ما حسين الشحات اتكعبل في الكوره برضه بيشخروا، حتى مستر سيف السي او اللي موجود في القريه الذكيه بعد ما عرفش يحقق التارجت بيشخر. جرايه مصريين، هو الشخر على الفاضي والمليان ليه كده؟ احنا لازم نجيب القصه من الاول ونتتبع اول شخره رقعها الانسان المصري ونشوف ليه الشعب المصري متمسك بالموضوع ده. من عشرات الاف السنين ايام الانسان الاول الهونجا بونجا ظهرت عليه بعض التطورات بالاخص في منطقه المناخير والزور. الخلق بدا يضيق وظهرت الدهون تحت اللسان والفك، واللحميه اللي موجوده في المناخير بدات تزيد عن حجمها الطبيعي. فالانسان البدائي عشان يعرف يخوف الكائنات المفترسه اللي بتيجي تهجم عليه لازم يبين لهم ان هو اكبر في الحجم منهم، وان هو بيقدر يعمل اصوات اعلى منهم ومخيفه زي اصوات الكائنات المفترسه. وكل ده ليه؟ علشان يوهمهم ان هو مش فريسه سهله، لا ده انا مفترس زيكم ومحدش يقدر يصطادني. وفي مره كان بيواجه كائن مفترس قام راقع له الشخره زي الاسد بالظبط، زئير بحقه حقيقي. فالكائنات المفترسه رجعت ورا كده وقالت ايه ده هي الغابه بعتلنا فاندام ولا ايه؟ والليله ما وقفتش لحد هنا، لا ده الانسان بدا يشخر وهو صاحي وهو نايم، بس الامانه لله يعني هو نايم ما بيشخرش قصده، هو بيشخر غصب عنه يعني. طب ليه؟ لان بعض الاشخاص مجرى التنفس بتاعهم بيبقى مليان صعوبات كتيره قوي وبيعيق حركه الهواء فيه. تخيلوا الهواء وهو داخل مجرى النفس كده بيشوف كميه تحديات صعبه، يعني مثلا يلاقي لوز متضخمه ولحميه واكله نص مجرى النفس، ويا سلام بقى لو الانسان ده مليان زياده تخين عنده دهون في كل حته، وتبقى كملت بقى لو هو سكير وبيشرب خمر كل شويه. كل دي عوامل بتخلي الهواء اللي بيعدي في مجرى التنفس يعمل اهتزازات في الانسجه، والاهتزازات دي بقى بتطلع الشخره المحترمه زي الجيتار والعود كده، لما انت بتهز الاوتار فبتطلع صوت. نفس الفكره هنا برضو في الانسان، الانسجه بتتهز فبتطلع صوت. وما تستهونوش بموضوع الشخص اللي بيشخر هو نايم. الشخص اللي بيشخر هو نايم ده ممكن يبقى عرضه لمشاكل صحيه كتيره جدا، ممكن الاكسجين ما يوصلش بشكل سليم للدماغ ويخش في غيبوبه، ممكن نفسه يتقطع خالص ويضطر ان هو يخش العمليات جراحيه، او يتحط له برضه اجهزه تنفس، لان الشخير اثناء النوم ده معناه ان الهواء بيتعرض لاعاقه وهو في الطريق، فالانسان ده ما بيعرفش يتنفس كويس، ودي متلازمه طبيه اسمها سليب ابنيا. فمن عليها المصريين فضلوا متمسكين بالشخير للتعبير عن كل مشاعرهم واحاسيسهم، الغضب والاعتراض والفرحه والضجر والملل. ولو جبنا سيره الشخير طبعا ما ننساش الشعب الاسكندراني. الشعب الاسكندراني عنده سلاح متميز جدا الا وهو السحبه الاسكندراني. السحبه الاسكندراني دي ممكن من قوتها وعلو صوتها توصل للقاهره. فجت فتره وقال بعض العلماء ان الشخير ده حرام. طب حرام ليه؟ لان النخر اللي هو الشخير يعني ده بيبقى تشبه بالخنازير، لان الخنازير برضه بتشخر، وبما ان الخنزير ده مذموم في الاسلام فاحنا ما ينفعش نتشبه بالخنازير خالص، فقالوا ده حرام. وكان عندنا برضه اسطوره لما احنا كنا صغيرين في المدارس ان اللي بيشخر ده بقه بيتنجس 40 يوم، يعني لا صوم ولا صلاه ولا اي حاجه تطلع من بقك، 40 يوم انت اوت يا ريس. فبالرغم من ان الشخره دي تراث مصري غير ملموس، بس هي منبوذه اجتماعيا، يعني ما ينفعش تشخر على الفاضي والمليان، ما ينفعش تشخر لاي حد، ما ينفعش تلاقي صاحبك في خناقه وتقوم داخل شادد الشخر على الاخر ممكن تشرق فيها تموت، والله حصل قدامي. فيا رجالتنا ما حدش يشخر ودونت تراي ذس ات هوم. ويلا، وكان معكم حورس كابتن مسلم، واقعدوا بالعافيه.